definitely not fair. بالأولاد بالإنجليزي وبالعربي اللي بيحصل ده مش فير. تصريح خطير من حسام حسن يزلزل به العالم بعد خسارة مصر، ويكشف المؤامرة المحتملة على المغرب أمام فرنسا، ويفضح رئيس الفيفا، ويكشف المستور، والتلاعب شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، واكتبوا في التعليقات العدالة للمغرب، ولا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد. مفاجأة صادمة تهز أركان كأس العالم. خرج الكابتن حسام حسن بتصريحات نارية عقب الإقصاء الظالم للمنتخب المصري أمام الأرجنتين، ليكشف مؤامرة تحكيمية تم التخطيط لها في الغرف المغلقة لإقصاء الفراعنة حماية لمصالح الشركات الراعية ولضمان استمرار ليونيل ميسي. وحذر حسام حسن المنتخب المغربي الشقيق من مؤامرة مشابهة يتم إعدادها الآن خلف كواليس الاتحاد الدولي لإسقاط أسود الأطلس أمام فرنسا بهدف إعادة نهائي المونديال السابق لأسباب تسويقية وتجارية بحتة، حيث صرح حسام حسن بعد المباراة وقال: إنني لن أصمت على المهزلة والفضيحة التي حدثت في مباراتنا اليوم أمام الأرجنتين، فبرغم أننا تعرضنا لظلم صارخ إلا أنني أقولها علنا، أنا اليوم لست خائفا على منتخب مصر بقدر خوفي الشديد على المنتخب المغربي الشقيق من مقصلة تحكيمية مجهزة ومطبوخة ستحدث له في موقعة فرنسا القادمة. نعم، لقد ذبحونا اليوم بإلغاء هدف صلاح الصحيح والتغاضي عن ركلة جزاء شرعية، ولكنني أرى نفس السيناريو يجهز الآن لأسود الأطلس، لأن الفيفا وصناع القرار لا يريدون رؤية أي منتخب عربي أو أفريقي في الأدوار النهائية. هناك قرار تجاري سري مسبق بأن يكون النهائي بين الأرجنتين وفرنسا لإعادة نهائي المونديال السابق لأسباب تسويقية وإعلانية بحتة، ووجود المغرب في المشهد سيفسد عليهم كعكة المليارات. لذلك تم دمج الخطتين معا. بالأمس ظلموا المغرب في قطر، واليوم ذبحوا مصر، وغدا يستهدفون المغرب بنفس الطريقة الفاضحة ليفسحوا الطريق للديوك الفرنسية. والكارثة الأكبر والأخطر التي فضحت كل ما يحدث خلف الكواليس ورآها الجميع في المنصة الشرفية هي ملامح رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، الذي رصدته الكاميرات بوضوح، وعيناه لا تفارق الملعب، ووجهه أسود تماما، وتملأه علامات الغضب والوجوم الشديد والضيق عندما كانت مصر تسجل وتسيطر على مجريات اللقاء وتهدد مرمى الأرجنتين بشكل مباشر. هذا الرجل لم يكن قادرا على إخفاء مشاعره ولا مداراة قلقه من احتمال خروج بطل العالم. وفي المقابل، عندما قام الحكم الفرنسي بإلغاء هدف مصر وحرماننا من حقنا الشرعي، ظهرت عليه علامات الفرحة والارتياح والابتسام الفاضح السعيد، ولم يكتتم شعوره وسعادته العارمة أمام جميع الحاضرين والمسؤولين في مشهد مخزن يؤكد النوايا السوداء المبيتة ضد المنتخبات العربية والأفريقية. إنهم يخافون من المفاجآت، ويخافون من طموحنا وعزيمتنا التي تكسر كبرياء الفرق الكبيرة، ولذلك يستخدمون الحكام كأدوات لتنفيذ هذه الأجندات وتوجيه النتائج لصالح المنتخبات التي تجلب لهم ملايين الدولارات من البث التلفزيوني وحقوق الإعلانات. وبصراحة ما حدث اليوم ليس له أي علاقة بالروح الرياضية أو العدالة التي يتغنون بها دائما. ولكي أكون صريحا معكم أمام العالم كله، أنا كنت أعرف تماما ومستعدا لأننا سنتعرض لمؤامرة تحكيمية فجة في هذا اللقاء، والسبب وراء ذلك واضح، لأنني رفعت العلم الفلسطيني بكل فخر ودافعت بكل قوة عن الشعب الفلسطيني المظلوم في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقد قبل المباراة مباشرة. نعم، لقد شعرت أن كلامي ودفاعي وموقفي لم يعجب أصحاب النفوذ في الاتحاد الدولي، وبدأت المؤامرة تحاك ضدنا منذ تلك اللحظة، لأنهم لا يريدون لأي صوت حر أن يرتفع في بطولاتهم الموجهة. لقد دفعنا اليوم ثمن مواقفنا وثمن كبريائنا، ولكنني لست نادما ولن أتراجع أبدا، وسأظل أدافع عن الحق أينما كان. وهذا الموقف هو نفسه الذي يجمعنا مع إخوتنا في المغرب الذين رفعوا نفس العلم الغالي في كل المناسبات، ولهذا السبب تحديدا يتم استهدافنا معا، ويريدون كسر شوكة أي منتخب عربي يجرؤ على إظهار هويته ودعم قضاياه العادلة أمام شاشات العالم. وهنا أريد أن أوجه رسالة نابعة من أعماق قلبي وصريحة جدا إلى الجماهير المغربية. أنا أعلم تماما أنني تسببت في زعل الشعب المغربي الشقيق بسبب بعض التصريحات أو المواقف الانفعالية السابقة أثناء مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب،
ولكنني أقسم بالله العظيم أنني لم أكن أقصد أبدا الإساءة أو زعل الشعب المغربي، فالمغاربة هم إخوتي وأحبائي، واليوم أقولها علنا للجميع: أنا من اليوم مشجع مغربي، سأقف معهم بكل جوارحي، وأي مؤامرة ستحاك ضدهم سأخرج فورا للإعلام وأتحدث عنها ولن أصمت أبدا. نحن نساند المنتخب المغربي من أجل تحقيق فوز تاريخي على المنتخب الفرنسي، وثقة عمياء أنه لو غابت المؤامرات والتدخلات التحكيمية الظالمة فإن المغرب سينتصر بإذن الله. كلنا اليوم قلبا وقالبا مع أسود الأطلس، هذا المنتخب العظيم الذي لا يكتفي بتشريف المغرب بل يشرف العرب وأفريقيا كلها، ويسعدنا دائما برفعه لعلم فلسطين الغالي في كل المحافل. نحن معكم وخلفكم حتى النهاية، والذي يحدث الآن يا جماعة ليس جديدا علينا ولم نستغربه، بل هو يعيد إلى الأذهان حرفيا المذبح التحكيمية الفجة والظلم الصارخ الذي تعرض له المنتخب المغربي أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم بقطر، عندما شاهد العالم كله كيف حرم الحكم المكسيكي المتآمر سيزار راموس ومعه غرفة الفار أسود الأطلس من ركلتي جزاء وضوح الشمس في رابعة النهار، وليس عليهما أي اختلاف، بل وقام بكل بجاحة بمنح بطاقة صفراء ظالمة لسفيان بوفال بدلا من معاقبة المدافع الفرنسي داخل منطقة الجزاء. إنهم يستعملون نفس الأدوات ونفس الإخراج السينمائي الموجه لكي يحافظوا على هيبة المنتخبات الأوروبية واللاتينية الكبيرة في المونديال. إن الاتحاد الدولي يتعامل بنظرة فيها تفرقة واضحة ضد المنتخبات العربية، ولهذا السبب قمت برفع إشارة لا للعنصرية في وجه الحكم الفرنسي، لكي أقول للعالم كله إننا نتعرض لتمييز تحكيمي فج وفاضح، لأننا لا نملك النفوذ المالي والتسويقي الذي يملكه ميسي أو مبابي، وهذه حقيقة يجب على الجميع معرفتها والاعتراف بها. ومن واقع خوفي وحبي للمنتخب المغربي الشقيق، فإنني أوجه نداء عاجلا وصريحا وقويا جدا من هنا إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للفيفا السيد فوزي لقجع، وأقول له: يا سيادة الرئيس، يجب أن تتدخل فورا وبكل نفوذك وعلاقاتك وقوتك الكبيرة لحماية أسود الأطلس ومنع هذه المؤامرة المحتملة قبل أن تطلق صافرة البداية وتضيع المباراة. أنت رجل قوي ولديك كلمة مسموعة داخل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، ولا يجب الصمت أو التهاون مع ما يحدث، ويجب الضغط بكل الوسائل المتاحة القانونية والسياسية لتعيين طاقم تحكيم عادل ومحايد تماما من قارة أخرى، وتطالب بمراقبة صارمة على غرفة الفار وعلى لجان التعيينات التي تلعب في الغرف المغلقة. إذا لم يتحرك المغرب بقوة وبشراسة من الآن لكي يحمي حقوقه ويفرض احترامه، فسيتم إقصاؤه بدم بارد، وسيذبحونه تحكيميا في الملعب مثل ما فعلوا مع منتخب مصر اليوم. الكرة لم تعد في الملعب فقط، الكرة أصبحت خارج الملعب وفي كواليس المكاتب، ولا يجب إلا استخدام العين الحمراء والتحذير العلني لكي يخاف الحكام ويعملوا ألف حساب للمغرب وجماهيره الكبيرة. وفي الختام يا أصدقاء، ادعوا معي للمنتخب المغربي: اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي، اللهم اجعل من يدبر أي مؤامرة تجاه المنتخب المغربي أمام فرنسا اجعل كيده في نحره وانصر المنتخب المغربي، واللهم اجعل مرمى ياسين بونو سدا منيعا ضد مهاجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي، واجعل مرمى المنتخب الفرنسي مليئة بالأهداف المغربية. قولوا آمين يا رب العالمين في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. وديم المغرب.